السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، كل سنة وانتم طيبين بالعام الجديد. سنة سعيدة يا رب على كل الأصدقاء. النهاردة عايزة أحكي لكم متى بدأت شجرة الكريسماس. في القرن الرابع عشر كانت أشجار الميلاد مزينة بالتفاح والحلويات والزهور، وكان البروتستانت هم من قرروا سنة 1560 إضافة نجمة إلى قمة الشجرة حتى يؤكدوا اختلافهم عن الكاثوليك. كانت الشجرة تقليديا تزين بوضع من المأكولات عليها مثل الشوكولاتة والتفاح والمكسرات أو غيرها من الأطعمة، لكنها تزين حاليا بمجموعة واسعة من الزينة التقليدية مثل الأكاليل والحلي وحلوى القصب، ويتم وضع نجمة أو تمثال في أعلى الشجرة يرمز إلى جبريل، أو نجمة بيت لحم موطن ميلاد يسوع بحسب المعتقدات المسيحية. البلورات الحمراء التي تزين شجرة عيد الميلاد هي بحسب المعتقد المسيحي رمز لدم يسوع، ولذلك فهم يرون أن الربط بين حمرة تلك البلورات وبين خضرة الشجرة يمثل سلامة الحياة في الحاضر والمستقبل. يعود تقليد شجرة الميلاد في الأعياد المسيحية إلى تطور في المعتقدات الوثنية التي مورست في العديد من الحضارات المرتبطة بالأشجار الدائمة الخضرة على غرار الصنوبريات، والتي اعتبرت تجسيدا لفكرة الحياة الأبدية والخلود، وارتبطت بمشاهد مستوحاة من بعض النصوص والمعتقدات الدينية. إذ كان المصريين القدامى الذين عبدوا رع إله الشمس عندهم يحتفلون بيوم الانقلاب الشتوي عبر وضع أشجار النخيل الخضراء في منازلهم، حيث كانوا يعتبرونها رمزاً لانتصار الحياة على الموت. أما في الإمبراطورية الرومانية فقد مثل يوم 25 ديسمبر يوم ولادة الشمس كان الرومان يتبادلون الهدايا ويزينون منازلهم بأغصان شجرة الصنوبر. سنة 1539 وضعت أول شجرة ميلاد أمام كاتدرائية ستراسبورغ مقاطعة الألزاس، التي كانت تخضع للحكم الألماني في تلك الفترة من تاريخ فرنسا. وأدت هذه الخطوة الأولى إلى إقبال متزايد على قطع أعداد كبيرة من أشجار الصنوبر للاحتفال بأعياد الميلاد، مما دفع السلطات الألمانية إلى منع هذه الممارسات ومعاقبة قاطعي الأشجار. حارب جزء من الأمريكيين هذا التقليد باعتباره رمزاً وثنياً، وكان ويليام بلاد فورد حاكم نيوزيلندا فقد كتب في مذكرته أنه حاول جاهداً منع تلك العادة الوثنية إلى أن اعتمد قانون حظرها عام 1659 باعتبارها تدنيساً لحدث مقدس. في عشرينات القرن الماضي شرعت الحكومة السوفيتية المنتخبة في حملة مناهضة لرجال الدين، وركزت الإجراءات الأولى في أعياد ميلادها، لكنها في المقابل شجعت المواطنين على الاحتفال بالعام الميلادي الجديد. وعاد الاحتفال بأعياد الميلاد إلى روسيا في التسعينات مع سقوط الاتحاد السوفيتي، واستمر تقليد شجرة العام الجديد. وفي عام 1837 قامت هيلين ذات الأصول الألمانية بتزويق شجرة الميلاد ووضعها لأول مرة في حديقة التويليري، وبذلك انتشر التقليد بين صفوف البرجوازية ومنه إلى عامة الشعب. سنة 1848 في المملكة المتحدة نشرت مجلة أخبار لندن المصورة صورة للملكة فيكتوريا وزوجها الأمير ألبرت ومختلف أفراد العائلة الملكية مجتمعين حول شجرة ميلاد مزينة. وباعتبار أن الملكة في تلك الفترة شخصية ملهمة للبريطانيين، فقد تبنى الشعب فكرة وضع شجرة ميلاد في منازلهم للاحتفال بعيد المسيح عليه السلام. وفي الولايات المتحدة مع وصول المهاجرين الألمان أواخر القرن الثامن عشر وتمسكهم بتقاليدهم الاحتفالية بأعياد الميلاد، بدأت رؤية شجرة الميلاد تجذب الأمريكيين. وبحلول سنة 1850
أصبح وضع شجرة الميلاد في البيوت الأمريكية تقليدًا يتبعه جزء مهم من المجتمع في تلك الفترة. في عام 1923 أشرف الرئيس الأمريكي جون كالفين كولديج على إضاءة زينة أول شجرة عيد ميلاد وطنية، وفي عام 1933 أضاءت نيويورك أول شجرة عيد ميلاد في مركز روكفيل، ومنذ ذلك الحين أصبح العديد من السياح وسكان نيويورك يحرصون على الحضور لمشاهدة انطلاق احتفالات أعياد الميلاد. إن اليونان كانوا يحبون هذه الشجرة لأنها رمز للحياة الأصيلة التي لا تزول أبدًا، ولأن أوراقها في فصل الشتاء لا يتساقط أبدًا، والأشجار الأخرى في الفصل عينه تتساقط أوراقها. ويقال أنها ظهرت لأول مرة في ألمانيا عام 732. ومن عادة اليونانيين بالاحتفال بهذه الشجرة، وكان يقوم بعضهم في كل عيد يذبح لها طفلا. عندما دخلت المسيحية هناك، أخذ الكهنة يبشرون بالمسيحية بالاندماج في ثقافة البلد والعادات. للمصريين القدامى كانوا يرمزون للحياة المتجددة بشجرة خضراء على شكل الكريسماس، وهي من أصل فرعوني، وصنعت خصيصا للملكة إيزيس كإهداء لها على التابوت الخاص بها، وظهرت بعدها في أعياد الرومان وأعياد المسيح بعدها. ترجع شجرة الميلاد كريسماس إلى عهد الملكة إيزيس بعدما كانت تبحث عن زوجها أوزوريس ووجدته على شواطئ لبنان، فقامت ملكة لبنان بإهدائها تابوت أوزوريس وقد أحاطت به الشجرة. ثم أصبحت هذه الشجرة الشهيرة التي احتوت أوزوريس هي شجرة الميلاد التي طلبت جذورها إيزيس، وأمرت حراسها بحملها إلى أرض مصر. ولما وصلت أرض مصر طبقا للأسطورة، أخرجت إيزيس جثة زوجها أوزوريس من تابوتها، وقد عادت إليها الحياة، وأصبح عيد أوزوريس الذي أطلق عليه بعد ذلك عيد الميلاد نسبة لميلاد حورس من أهم الأعياد الدينية في مصر القديمة. وكان يحتفل به أول شهر كهيك، أي روح على روح، حيث تنحسر مياه الفيضان فتعود الخضرة للأرض التي ترمز لبعث الحياة. وقد اصطلح المصريون القدماء على تهنئة بعضهم ببعض سنة خضراء، وكانوا يرمزون للحياة المتجددة بشجرة خضراء. أهم تقاليد عيد الميلاد عندهم، وبدأ الاحتفال بها بشجرة الحياة التي يختارونها لأنها من الأشجار الدائمة الخضراء وتحتفظ بخضرتها طول العام. وقد سرت هذه العادة من الشرق إلى الغرب، فخرجت من مصر وانتقلت إلى بابل، ثم عبرت البحر المتوسط لتظهر في أعياد الرومان، ثم تعود لتظهر مرة أخرى في أعياد ميلاد السيد المسيح وشجرة الكريسماس الخضراء، والتي يختارونها من الأشجار التي تحتفظ بخضرتها طوال العام كالسرو والصنوبر. وأصبحت مظاهر الاحتفال عند قدماء المصريين بعيد الميلاد بالاحتفال بشجرة الحياة التي يختارونها من الأشجار الدائمة الخضراء رمز الحياة المتجددة. وانتقلت هذه العادة من مصر إلى سوريا ومنها إلى بابل، ثم عبرت البحر الأبيض لتظهر في أعياد الرومان، ثم تعود مرة أخرى لتظهر في الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح وشجرة الكريسماس، وهي الشجرة التي تحتفظ بخضرتها طول العام مثل شجرة السرو وشجرة الصنوبر. وهكذا أهدى المصري القديم شجرة الميلاد للعالم أجمع. وفي نهاية الفيديو أحب أقول لكم كل سنة وانتم طيبين وسعداء ومحققين كل أحلامكم يا رب. ويا رب كده ما تنسوناش كده أذكركم يا أحبائي بالاشتراك وتفعيل الجرس للكل ليصلكم كل جديد، ولايك حلو منكم كده لتشجيعي. وشكرا لكل اللي استمع للفيديو للآخر، شكرا جزيلا. أشكركم حبايبي، والتقي بكم في فيديو آخر إن شاء الله. يا رب يعجبكم، وأي تعليقات أنا بقبلها، وعايزة أي انتقادات
وقولوا لي بتتابعوني من أنهي بلد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم جيهان مكاوي. نوعات وخواطر جيهان مكاوي.